ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه تحفه جدا ان شاء الله تعجبكم. بطاطس بيوريه بالفراخ والبشاميل. شايفين الجمال؟ بجد طعمها تحفه جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا بطاطس بكون غسلاها كويس جدا، طبعا الكميه بقى زي ما انتوا هتعملوا يعني. بكون غسلهم كويس جدا واسلقهم في ميه، والميه تكون مغطيه البطاطس علشان ما تستواش من جنب وجنب لا، ما تستواش من تحت يعني، وفوق يبقى لسه ما استواش. وبعد كده معايا فلفل اخضر وفلفل حامي، وطبعا لو عندكم فلفل الوان عادي جدا هيبقى حلو. فلفل اخضر، فلفل حامي، بصلايه صغيره، وفصين من الثوم. برضو الكميه بتزيد على حسب الفراخ اللي انتوا تعملوها. انا هعمل طاجنين صغيرين. بقطع بقى كل ده قطع صغيره. واكون طبعا مقطعه الفراخ قطع صغيره وغسلها كويس. وبعد كده بقى هجيب طاسه احط فيها معلقه صغيره من السمنه ومعلقه صغيره من الزيت او زبده المتاح عندكم. انا عامله صدر فرخه صغير خالص كده لان هعمل طواجن صغيره، والاطباق دي بتكون جانبيه. وبعد كده بقى هنزل بالخضار اللي قطعته وعليه على طول الفراخ، مش هستنى ان هو يتشوح لان انا مش عايزاه ياخد لون ولا حاجه. بنزل بكله على بعضه، الخضار بعد كده الفراخ. وبعد كده بقى هحط البهارات. هحط بقى معلقه صغيره كده من الملح، وربع معلقه من البصل البودر والثوم البودر، وبهارات الفراخ والفلفل الاسود. هقلب كل ده مع بعضه كويس، وبعد كده هوطي عليها علشان تستوي. على فكرة بقى ممكن تعملوا الوصفة دي لو عندكم مثلا فراخ مسلوقة ومتبقي منها حتة او حاجة، ممكن تبهروها وتحطوا عليها فلفل وكده وتحطوها على البطاطس المسلوقة. فاهمين؟ فهي بتتعمل بكذا حاجة، ممكن برضو لحمة مفرومة، ممكن خضار بس. فاهمين؟ ممكن كمان جبن، ميكس جبن كده ومعاه خضار، بجد هيبقى طعمها تحفة جدا. مش لازم يعني لحوم وكده. بعد كده بعد ما البطاطس اتسلقت معايا، بس لازم تكون مسلوقة كويس جدا علشان هي خلاص مش هتتعرض للسوى تاني، هي مجرد بس هنحطها تحت الشواية. فاهمين؟ بسلقها كويس وهرسها وبحط عليها بس ملح وفلفل اسود، لان انا مبهره الفراخ فميبقاش ايه كتر بهارات وكده. حطيت الملح والفلفل الاسود وبقلب كويس، وما كترتش ملح كمان لانها ما بتاخدش ملح كتير يعني. وقلبتها طبعا كويس علشان الملح مبقاش في حتت وحتت لا. وبعد كده بقى هنا هعمل اخر خطوه وهي البشاميل. بحط معلقه كده صغيره من الزبده، وعليها معلقه زيت. وبعد كده هحط معلقه كبيره من الدقيق. وزي ما قلت لكم الكميه بتزيد على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. لو انتوا مثلا هتعملوها بقى في بايركس كبير، ممكن تحطوا 4 معالق من الدقيق على لتر لبن، و4 معالق من الزبده. بشوح كده الدقيق كويس مع السمنه، وبعد كده هنزل بكوبايه اللبن تدريجيا. واللبن ما يكونش لا سخن ولا ساقع، يكون عادي بدرجه حراره الغرفه علشان ما يكلكعش. وبنزل بحبه حبه كده لغايه ما القوام بتاعي يظبط.
وبعد كده هحط مكعب من الجبنه. لا دي جبنه مثلثات يا جماعه مش مكعبات. وبعد كده بقى هحط برضو رشه ملح كده وفلفل اسود، ومش هكتر برضو ملح لان البشاميل ما بيحبش الملح كتير. وسبته كده دقيقتين على النار وطفيت عليه بعد كده، وكده كل حاجه بقت جاهزه معايا. ممكن بقى تحطوا البطاطس كلها في الارضيه كده من تحت، او تحطوها طبقتين زي البشاميل مثلا. انا فضلت ان انا احطها طبقتين. وكمان ما تحطوش بطاطس مهروسه كتير علشان ما تبقاش يعني بتلكم كده وتبقى طعمها مش حلو. الواحد ممكن لو خد منها معلقه يجزع، فالاحسن ان احنا نخلي طبقه البطاطس رقيقه كده. وحطيت الفراخ، وهحط طبقه كمان من البطاطس. وبعد كده هحط عليها البشاميل واحطها تحت الشوايه تاخد لون. هي كل حاجه مستويه معايا، فمجرد بس ان هي تاخد لون على الوش. عايزين بقى تحطوا جبنه موتزاريلا جبنه رومي على الوش زي ما انتوا عايزين. مكوناتها بجد سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. وده بقى شكلها لما طلعت من الفرن، بجد طعمها تحفه جدا. ما تنسوش بقى يا حبايبي تصلوا على النبي وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب لو عجبتكم قناتي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.